سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. رب صل على هذا النبي الأمي القرشي المكي المدني الزمزمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء رجلا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحق سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثلاثة أشياء اقترنها الحق سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، بعضها تلو الآخر. الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عرفنا قول الحق سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أن تؤمن بالله وبأنبياء الله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الحق سبحانه وتعالى أن نكون تابعين لحضرته. فهنا في أوامر ونواهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة وأوقات السحر وأوقات التقرب إلى الله. ما الذي علم الديك أن يصيح عند الفجر؟ وهنا حينما سئل الإمام علي عن أشياء من أخبار اليهود فقالوا: ما الذي يقوله الفرس عند صهيله؟ من ضمن الأشياء يعني. فقال: حينما يشد الرحال للجهاد في سبيل الله فينادي الفرس قائلا: اللهم انصر جندك على أعدائك أعداء الدين. إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما الذي يقوله الضفدع في نقيقه؟ شي جنب الغطاء كده وتسمع صوت الضفادع. فقال: يقول: سبحان ربي المسبح له في لجج البحار. وما الذي يقوله الحمار في نهيقه؟ قال: يستعيذ بالله من الشيطان وينهق في أعين الشياطين. وما الذي يقوله الديك في صياحه؟ فقال: ينادي ويقول: اذكروا الله يا غافلون. وينادي وقت السحر، وقت السكون، وقت ما يكون كل انسان مسك الفيسبوك وزهق منه وعايز ينام قبل قرآن الفجر ب5 دقائق او بنص ساعة او بساعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
لابد ان نعلم ابناءنا وبناتنا ونسائنا ونذكرهم بالصلاة. والله منذ فترة ليست ببعيدة دخلت بيتا من بيوت المسلمين، انا عن نفسي دخلت احد بيوت المسلمين فيشكو الحال ويشكو فنظرت الى وجه الرجل. خلي بالك في وجوه كده بتسرك، وفي وجه كده قلبك بيتغير من ناحيته، لان المحبة يا اسيادنا ما بتنبعش ولا بتنشري. ربنا اللي قال كده والقيت عليك محبة مني. واحد دخل عليك العزا دلوقتي وانت ما تعرفوش، تقول مين الشخصية الحلوة دي، مين الرجل الحلو ده، انا عايز اسلم عليه. انت ما تعرفوش بس عاوز تسلم عليه. ليه؟ شكله حسن، في قبول عنده، ربنا هو اللي وضع له القبول ده. وممكن تروح تسلم عليه وتتعرف عليه بالقبول بتاعه ده تلاقوه ما يمتلكش 10 جنيه، لكن الله تبارك وتعالى ملكه القبول. في واحد ممكن يكون بيبيع ذهب لكن ما حدش جاب له يشتري منه. في واحد بيبيع عزكم الله بيبيع سباخ وعايز اقعد معاه واشتري منه. ليه؟ دي نعمة القبول. وألقيت عليك محبة مني. لما دخلت هذا البيت زعزعت من ناحية الراجل فسألت قلت يا حاج شكلك ما بتصليش. رجل عنده زي 55 دخل في 60 سنة. قال بصلي في رمضان. رجل ما استحاش، بصلي في رمضان. بتصلي في رمضان؟ قال اي فرض. بتصوم؟ قال بصوم. ما فائدة لصيام وانت رب اسرة ما بتصليش؟ طب وانت يا ابني بتصلي؟ سكت. طب وانت يا ابني بتصلي؟ سكت. طب وانت يا حجة بتصلي؟ زوجته. فرد اخوها قال والله هي الوحيدة اللي بتصلي في البيت ده. قلت يا حجة اقسم الاكل بينك وبينهم ان تارك الصلاة لا تأكل معه، ولو اكلت معه فاقسم بينك وبينه الطعام. تارك الصلاة اقسم بينك وبين الطعام. قرآن الجمعة شغال، صلاة الجمعة شغالة واحنا بنجري على الطرق ملهيين في هذه الدنيا. ذكرت في خطبة الجمعة اليوم يا دنيا مري على اوليائي، من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. وربنا قال في الحديث القدسي يا ابن آدم لك علي رزق ولي عليك فريضة، فإن خالفتني في فريضتي فلن أخالفك في رزقك. ده ضمن الحديث يعني. إن خالفتني في فريضتي فلن أخالفك في رزقك. إن الحساب جاي 60 70 80 سنة هنعيشهم في الآخر نازلين تحت التراب. الأرض اللي احنا قاعدين عليها دي عدى عليها آلاف البشر وآلاف السنين. في ناس كتير كان جاب لنا هنا ومشي، لأنك تاخد موعظة. مفيش إنسان بيعمر في أرض امتلكها وبقت ملكه أكتر من 40 سنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والحين هنا مذكور في القرآن اللي هو ايه؟ القاء ابينا ادم على باب الجنة. ما تهدى يا عم الحمد، ابوس على دماغك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أبونا آدم لما اتخلق على باب الجنة جسدا خوارا 40 سنة، أمطر الله عليه مطر الحزن 39 سنة ومطر الفرح عاما واحدا. فقال العلماء لكثرة هموم آدم ولقلة فرحه. تضحك شوية بعد شوية هتتغرب. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. احنا ليه مشرعين ان الزكاة ما بيطلعش الا من القمح والشعير والذرة والرز والكلام ده؟ اشمعنى المزارع اللي طلعان عينه طول السنة هو بس اللي طلع زكاة؟ طب ما انا موظف بقبض المرتب وآتوا حقه يوم حصاده. مش انا حصدت مرتب الشهر اهو؟ طب انا مش تاجر وبعت تجارة وحصدت المكسب بتاعها؟
يعني بعت طن قمح، بعت طن كذا، بعت التجارة اللي انا شغال فيها ايا كانت التجارة اللي بشتغل فيها، مش اشتريت شروة وبعتها وخدت منها مكسب، مش المكسب ده الحصاد، يبقى اطلع من المكسب وانا جاي على الفلاح بس. مش انت اللي قلت لي قول خطبة؟ اعمل فيك ايه؟ الثالثة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. انظر كيف اقترن الحق سبحانه وتعالى شكره بشكر الوالدين. معلومة اللي عايزين نقولها لبعضنا ونعرفها لبعض. لما جاء الرجل لسيدنا النبي وقال له أمك ثم أبوك، ليه أمك 3 مرات وليه قال أبوك مرة واحدة؟ انت في بداية حياتك لما خلفت ولد بيندهولك بيقولوا لك ايه؟ يا ابو فلان، يا ابو فلان، يا ابو محمد مثلا او يا ابو احمد. طب لما كبرت محمد كبر شوية او احمد كبر شوية وبدأ يبقى راجل كده، يقولوا ايه؟ محمد ابو فلان. اول بيقولوا لك يا ابو فلان، لما انا كبرت بدأ يقولوا لي يا ابو فلان، محمد ابو فلان. ليه ابو فلان وابو فلان؟ قال لك لان في الوقت ده ابوك هو الاب ليك، هو المتكفل بالنفقة عليك، ولما كبرت وقالوا لك يا ابو فلان اصبحت انت اب لابوك، انت المتكفل به لانه بدأ الى ارذل العمر وانت هتمر بنفس المرحلة. طب قال امك 3 مرات ليك؟ في المرة الاولى قال لك امك لو ابوك طلقها وانت موجود مين يعول امك؟ وفي المرة الثانية لما قال امك لو ابوك مريض على فراشك وامك قاعدة جنب منه مين ينفق على ابوك وعلى امك؟ وفي المرة الثالثة لما قال امك قال لك ابوك لما يموت مين اللي يعول امك؟ فهنيئا لمن يعول امه، لان الجنة تحت اقدام الامهات. عزاؤنا للخواطرة العلتم جندي جميعا في فقدان الام، لان الكنز الحقيقي ذهب من البيت اليوم. كنز الدعوات، كنز البركات، كنز الرحمات. ادم من صالحا نكرمك من اجله فقد ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. ادعو فضيلة القارئ الشيخ السيد يوسف الهداوي لمسك الختام، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستقر
إن المتقين في مقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولله الحمد
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ربنا بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار اجعل ثواب ما تلي ونوره هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ثم إلى روح أمنا الراحلة وزوجها وسائر موتانا أجمعين. سعدنا بمسك الختام من فضيلة القارئ العلم المتميز الشيخ السيد يوسف هنداوي على اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. ليلة التكريم لحرم العمدة وقاضي العرب حج أحمد مجاهد خاطر رحمة الله عليه وعلى زوجته وسائر موتانا أجمعين. كذلك نشارك أبنائها الكرام حج عيد والحج محمد، ونشارك أشقائها الكرام الحج إبراهيم حسن جدي والحج محمد حسن جدي والعائلة الكريمة جميعا. شاكرا لحضراتكم ولوالدنا الكريم الحج عبد العزيز خاطر والحج شهاب خاطر والحج حسيني والحج ناجح والعائلة جميعا من هنا. وعلى الهندسة الإذاعية الحج السيد أبو الورد وأعمال الضيافة محمود الحبشي وقناة المهندس أشرف العيسوي. شاكرا المعلم حسام علي موسى من أعمال الفراشة، وشاكرا إلى صهري الكريم حج سلامة كور. سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. لن أنسى أخي الكريم حج علي أبو كامل الهواري